إصابة كبيرة، لكن هو الآن يحضر بشكل جيد. المدرب يتعامل مع المباراة بشكل جيد، يحاول أن يسجل. سعد يسجل هدفه الأول، يسجل هدفه الأول الدولي في مرمى المنتخب الكويتي، والهدف الثالث للمنتخب السعودي، والنتيجة مع الدقيقة 38 انطلاقة رأسية في اتجاه المرمى تماما، ما ردها إلا الجول، والهدف الثالث للمنتخب السعودي، الهدف الثالث من سعد الحارثي، البديل الناجح تماما في أرض الملعب، يحرز ثالث أهداف المنتخب السعودي ليؤكد الثلاث نقاط للمنتخب السعودي في مرمى المنتخب الكويتي. سعد الحارثي هذا المرور وهذه الكرة الأمامية، ومر من حارس المرمى بشكل جميل، تمويه وباليمنى سعد الحارثي يسجل في مرمى المنتخب الكويتي. يا ولد، أول هدف دولي سعد جميل بالنسبة للمنتخب الأول بالفعل، ويسجل في المرمى الهدف في تصفيات كأس العالم. طبعا من أجل أن نكون دقيقين في المعلومة، سعد يسجل في المرمى الهدف الثالث للمنتخب السعودي، ودليل على نجومية الفريق عموما وعلى نتيجة اللقاء التي أعتقد أنها حسمت بالرغم أن هناك 7 دقائق صفر على هذه المباراة. إبداع كبير جدا في الحقيقة، ومهارة عالية جدا من سعد الحارثي تنم عن إمكانياته التهديفية العالية ووصول فعل التسجيل. أعتقد أنه فعلا إضافة مهاجم على مستوى عالي عندما يمتلك هذه الخبرة. هذا اللاعب لن يكون لاعبا عاديا، سوف يكون هداف كبير. هذا اللاعب لديه الخبرة، ولديه عندما تكتمل لديه الخبرة سوف يكون ممتاز جدا. المهارة عالية، التعامل مع الكرة بشكل جيد، التصور العالي للملعب، الاستفادة من التمريرة، الذهاب إلى حارس المرمى والتسجيل في المكان المناسب. أعتقد من الأهداف الجميلة فعلا لسعد، ويسجل نفسه بشكل جميل جدا من خلال هذه المباراة. هو ما فعله الفارس في مباراة اليوم سعد الحارثي، وإن كان صغير السن، وإن كان يعني مثل هذه الألقاب تطلق على اللاعبين ممكن أن تقودهم للغرور، ولكن والله كان فارس في هذه الكرة. يعني الإرهاق تام، والوضع لا يسمح له بأي شيء سوى من بعض التسديدات أو من بعض الكرات التي قد يخطئ فيها دفاع المنتخب السعودي. وهذا هو رأيي. التغيير للنجم محمد الشبوب الذي قدم الكثير وعمل الكثير، وزي ما قال على راسنا الجمهور، احنا نقول له انت كمان على راسنا. كرتك الأخيرة بالكرة من الياباني طبعا يوزيكو هوريشاما، واضح يعني الحقيقة فيها عمل كبير جدا سواء من قبل المدرب من قبل الإدارة. الحلاوة نعم، يعني هناك أرجاء استاد الملك فهد الدولي بالرياض، على امل ان نلقاكم ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في مواجهه مرتقبه ان شاء الله يكون للاخضر فيها الحضور الاكبر للوصول الى 2000.